السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسراء وعندي 19 سنة. الفيديو ده أنا عاملاه علشان أوصل رسالة. الرسالة دي إن أنا أقول فيها أنا مش متخلفة عقليا، وأنا حابة شكلي كده جدا والحمد لله على شكلي. في ناس أكتر مني وفي ناس أقل مني. في ناس مش بتشوف خالص، لو انا عندي عين مش بشوف بيها. في ناس مش بتشوف خالص. لو انا عندي 4 صوابع في كل ايد، في ناس ما عندهاش صوابع اصلا. انا في مدرسة فاشلة شوية بصراحة، بس الحمد لله انا في ثالثة ثانوي علمي ازهري. احب اقول للناس اللي بتشوفني في الشارع، اولا في انواع. هتكلم على الناس اللي مش الناس اللي مش عاملني كويس. اولا في مجموعة بنات كده حلوين كيوت. البنات دي اول ما تشوفني في وشي تصوت. طب ليه يا بنتي بتصوت؟ انت اللي بتخضيني مش انا اللي بتخض والله. يعني مش انت اللي بتتخضي والله، يعني ايه؟ حتى لو انت بتتخضي من شكلي اللي بالنسبة لك هو مش حاجة طبيعية، طب ليه تخديني؟ روحي اتخضي على جنب، ما تتخضيش معايا يعني. ما تخدينيش وتتخضي وتخلي الناس كلها تاخد بالها ان في المكان اللي انت فيه واحدة مش طبيعية زيك. انا شايفة ان انا طبيعية، لو انت شايفة ان انا مش طبيعية دي مشكلتك انت، دي مشكلة عينك انت مش مشكلتي انا. مش هنقل ان انا عندي شوية اختلافات عنك، بس انا الحمد لله باكل وبشرب وبتنفس بصلي بقرا قران. بالنسبه بقى للامور العسول اللي بيجي وانا معديه يقوم قايل لصاحبه خطيبتك اهي اهو، خطيبتك اهي اهو ايه يعني. طب ما انا ممكن ابقى خطيبتك انت يعني عادي، او ممكن ابقى بنتك، او ممكن ابقى اختك في يوم من الايام. وده شرف ليك انت مش ليا انا. ده حاجه. عشان ما اطولش عليكم، بالنسبة للأطفال والعيال الصغيرة اللي بتخاف مني لما ببقى موجودة في مواصلات، في مكان محل، في الشارع، في أي مكان، وأهاليهم اللي بيبقوا بيتعاملوا معاهم كأنهم يعني اللي هو عملوا جريمة. يا عم فهموا بالراحة لما تروح البيت، طبطب عليه، خده بالراحة. ليه تمسكه تضربه وتقول له عيب ومش عارفة ايه؟ لا انا فاهمة ومقدرة شعورك ان انت مش عايز تأذيني، بس انت كده بتأذيني لما تمسك ابنك او بتمسكي بنتك وتضربيها عشان عيطت مني. انا مش بزعل من الاطفال، انا مقدرة وفاهمة ان ده عقليته لسه ما جبتوش ان هو يفهم ان في ناس مختلفة عنه. وطبعا بما انك بتخوفه برجل مسلوخة ورجل مقطوعة في البيت، فلازم لما يشوفني يخاف. انا مش خايفة، مش زعلانة من موضوع الاطفال ده بصراحة، ومش بزعل، وبالعكس انا بهزر وبحاول على قد ما اقدر اخبي وشي من طفل خايف مني علشان ما يخافش. بالنسبة ان في ستات كبيرة بتمسكني وتقعد تقولي يا عيني يا بنتي ربنا يشفيكي، انا مش حاسة ان انا فيا مرض. وحتى لو بعمل، انا الحمد لله بعمل عمليات دلوقتي علشان اكون طبيعية زي الناس اللي ماشية في الشارع، بس انا شايفة ان انا طبيعية الحمد لله. اللي عندي ده بيقولوا عليه في الطب مرض. وانا عملت 10 عمليات، بس المرض مش تعبني لدرجة ان انا بقوم ارفص واعيط واتعب وجسديا بتعب، لأ، هو مرض تشقق من بره بس. بالنسبة بس في شوية صعوبة في الأكل، بس الحمد لله أنا باكل كويس. أنا مفجوعة في البيت، يعني مفجوعة البيت، مسميني المفجوعة بزيادة، اللي هو باكل كل الأكل. انا اتكلمت عن حاجات كتير اوي وحشة. في ناس جميلة جدا بتقابلني في الشارع، مببقاش عارفة اوصف كمية الجمال اللي في عيونهم وفي قلوبهم وفي روحهم. اني الاقي واحد يساعدني في حاجة انا مش قادرة اشيلها بايديا، مع ان الحمد لله بكتب بايدي الشمال بس بكتب بخطي حلو يعني بيقولوا. الحمد لله. انا راضية على نفسي. في ناس كتير اوي جميلة بتشوفني في الشارع في اي مكان بتبقى جميلة، ربنا بيطبطب عليا بيهم بجد.
ان انا الاقي واحدة تتعرف عليا وتقولي ان انا جميلة وضحكتي حلو، ربنا يكبر بخاطرها. في بنات كتير قوي بتبقى عندي على الايميل بتتكلم معايا وتقولي ان هي لسه تيجي تقابلني. انا مش بتكلم عن الجانب السيء بس، لأ، في بنات وولاد وناس كبيرة جمال جدا وروحهم جميلة بيطبطبوا عليا بالكلام وبفعلهم. أنا مش عايزة أطول عليكم. رسالة أخيرة لكل الناس اللي هتشوفني، أنا طبيعية ومفيش أي حاجة والحمد لله وراضية على نفسي كده، وأمي لولاها ربنا يخليها ليا يا رب ما حبستنيش. كان في ايديها ان هي تخبيني من الناس وتقول ان انا يعني مش موجودة، بس هي علمتني وربتني وخرجتني وفسحتني وصورتني، والحمد لله انا امي دي احسن حاجة في حياتي الحمد لله. لولاها مش هبقى إسراء اللي بتتكلم قدامكم دلوقتي دي. انا متأكدة ان انتوا في ناس كتير اوي مش هتفهم صوتي، بس ان شاء الله يعني في ناس تفهمي بإذن الله يعني. انا عايزة اقول لماما ربنا يخليكي ليا بصراحة، دلوقتي انا مكنتش هعرف اعمل الفيديو ده ولا اتكلم واوصل الرسالة بتاعتي ان انا طبيعية، وان انا مش زعلانة ان انا كده، وان انا بفهم ومش حابة الناس تبقى ماشية جنبي تقول ايه ده او انتي مخلوقة كده ولا عملتي حادثة. انا الحمد لله مخلوقة كده، وفي ناس بتعمل حادثة، بس السؤال ده مش هيفيدك انت كشخص قدامي لما تقولي انتي مخلوقة كده ولا عملتي حادثة. لا، انت مش هتستفاد بحاجة يعني. انا عملت حادثة لنفسي، مخلوقة كده لنفسي. انا عارفة ان انا مطولت عليكم جامد. شكرا جدا. وعلى فكرة ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم. أنا مش بقول إن أنا خيرة من حد، بس ما حبش إن في حد يتريق عليا أو يتريق على حد جنبي. أنا هتحمل ده لأن أنا خلاص خدت مناعة بصراحة. يعني أنا لو مشيت في الشارع ولقيت حد مش باصصلي بصة استغراب، أنا اللي بستغرب عليهم كله. بس في ناس صغيرين مولودة زيي أو عملوا حادثة بتتعب قوي. احنا بيجي علينا وقت بنقول إن يا رب خلقنا كده.